الرحمن الرحيم. اليوم طبقنا سهل وبسيط وطيب كتير مثل أطباقنا اللي بنقدمها بالعادة. بدي ساوي أنا وياكم جاتو بواسطة المقلاية، وبعدين بدنا نزينه ونعمله تورتة ونقدمها يا كل أم بمناسبة عيد الأم، ونقول لها كل سنة هي وسالمة. بالبداية شوف أنا وياكم المكونات سوا. معلقة شاي من بيكربونات الصودا، معلقة شاي من الفانيليا، معلقة طعام من بيكنج بودر، 3 بيضات، ربع كوب من الحليب، كوب من الطحين، ربع كوب من السكر. إذا بنحب الحلا أكتر بإمكاننا نحط نص كوب، ربع كوب من الزيت النباتي. هدول المقادير لطبق اليوم. أول خطوة أنا بدي أقوم فيها، بالبداية حطيت داخل الخلاط 3 بيضات، وبدي أضيف فوقهم منهم السكر والفانيليا، وبدي أحفظهم بواسطة الخلاط طبعا لمدة 7 دقايق. بعد 7 دقايق حصلت على هي النتيجة اللي شايفينها، الفقاعات اللي ظاهرة هي الهواء. هلا بدي اضيف المواد السائلة، الحليب والزيت، وبدي احفظهم لمدة دقيقتين، وبعدين بكمل الخطوة اللي بعدها انا وياكم. الخطوة الثانية بدي احط المواد الناشفة كلها مع بعضها البعض، وبعدين بدي انقلهم بواسطة المنقلة الناعمة، بعدين بضيفهم طبعا فوق المواد السائلة كرمال امزجهم مع بعضهم البعض حتى الطحين يروح تماما، وبعدين ننتقل للمرحلة اللي بعدها. المزيج صار جاهز هلا بهذا الشكل اللي شايفينه. بدي اقسم المزيج طبعا ل3 طبقات، كل طبقة مقدار نص كوب معياري. حطيت هون مقلاية تيفال والنار وسط، وبدي ادهن طبعا مقلاية تيفال كل طبقة، كتير مهم ادهنها بالزبدة السائلة بواسطة الفرشاية. بعدين طبعا بحط المزيج وهيك حتى يخلصوا 3 طبقات. القطع صاروا جاهزين بهذا الشكل، طبعا مستويين من الطرفين مثل ما ملاحظين. هلا بدي اقطعه بواسطة قالب الجاتو بهذا الشكل كرمال القطع كلهم يكونوا متساويين. اليوم التورته بدي زينها بالفواكه والكريمه. طبعا الفواكه على ذوقك ما في اي مشكله. انا موجوده عندي موز وكيوي وفريز. موجوده عندي كريمه سائله مقدار 5 ديل. طبعا الكريمه السائله ما فيها ابدا سكر، كرمال هيك بدي احط لها مقدار 3 معالق طعام من السكر، واحفظهم مع بعضهم البعض بواسطه حفاءة الكهرباء، وبعدين بدي اقشر الفواكه واقطعهم كرمال التزيين. قطعت قطع الجاتو 3 قطع مثل ما ملاحظين، وجهزت الكريمه وحطيت بداخلها الفواكه. طبعا الكريمه انا ضفت لها 3 معالق طعام للكاكاو حتى تصير على شوكولا. هلا بدي اجهز الجاتو بهذا الشكل. بالبدايه بدي احط اول قطعه داخل القالب بهذا الشكل، وبدي اضيف نص مقدار الحشوه، وبعدين بحط القطعه الثانيه وبضيف نص مقدار الحشوه الثاني حتى يصير في عندي طبقتين من الحشوه.
الكريمة أنا من البداية قسمتها قسمين، القسم الأول الحشوة والقسم الثاني اللي بدي زين فيه أنا الكريمة. هذا القسم ضفت له 4 معالق طعام من الكاكاو، يعني بدي إياه سميك شوي كرمال يساعدني على التزيين. هلا بدي أقيم الجاتو طبعا من القالب وزين أنا وياكم. بعد ما وزعت الكريمة بهذا الشكل اللي شايفينه، بدي انتقل انا وياكم لمرحلة تانية. في عندي هون 100 جرام من الشوكولا، بدي اخذ من الحليب مقدار 5 معالق طعام وضيفهم داخل الزبدية ودوبهم بحمام ماي. الشوكولا السائلة صارت جاهزة بهذا الشكل. طبعا انا اضطريت اعمل دائرة بهذا الشكل، رسمتها وبدي انزل هلا الشوكولا حول الدائرة. وهيك طبقنا صار جاهز بهذا الشكل الحلو. بتمنى يكون نال اعجابكم، ومرة تانية كل سنة وكل الامهات بألف خير. اذا عجبكم الفيديو مثل العادة ما تنسوا تعملوا لي لايك، فاللي اول مرة بيتابعني بتمنى يشترك بالقناة كرمال يدعمني، وكمان لا تنسوا تفعيل الجرس كرمال فيديوهاتي الجديدة توصلكم، ولا تنسوا تتابعوني على الفيس وعلى الانستغرام. وشكرا كتير على المتابعة.